السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هعرفكم على حاجة تحطوها في المية للفراخ او للبط او اي طيور عندك، تحطيها لهم مرة لمرتين في الاسبوع. هتحميهم ان شاء الله من الشوطة، من اي امراض فيروسية بتيجي في الشتاء. طبعا كلنا بنشتكي، في ناس يقولوا ان الفراخ بتيجي عند ما تبشر وتلاقيها بتموت، او في بتيجي في الشتاء وبرضه بتموت. ان شاء الله لو حطيت لهم الحاجه ديت مش هتموت معاكي باذن الله، باذن الله بامر الله. وهتكون معاكي كويسه وصحتهم حلوه قوي. بس تابعي الفيديو للاخر وما تنسيش بقى تعملي لي لايك وشير عشان ان شاء الله الكل يستفيد. ولو لسه اول مره تدخلي القناه، اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديوهات بعملها جديده. هنحط لهم بس الاكل كده الاول معاكم. طبعا انا لسه هفتح عليهم، انا لسه الصبح كده وافتح عليهم، فقلت اعمل لهم الاكل الاول قبل ما اطلعهم، عشان طبعا انا لو فتحت عليهم يعني ما بنهضهمش ويبقوا جعانين قوي. فانا قلت ايه، احط لهم الاكل الاول. طبعا انا لقيت كام واحده بره كده بقى، ما اعرفش هم طلعوا منين، اكيد لهم حته ان هم يطلعوا منها. فقلت كده ايه، احط لهم بقى الاكل وبعد كده ايه افتح عليهم معاكم. فانا خلاص خلصت لهم الاكل اهوت، ويحطوا في العلافات كده، اوزعه في العلافات بتاعتهم ونفتح على الفراخ مع بعض. إيه كتير يا جماعه ناس يقولوا لي ان الفراخ بتيجي عند عمر ان هي اما تبشر بالبيض، هتبشر بالبيض كده وتلاقي الفراخ بت بتتعب وتموت منك. والشوطه طبعا اللي بتيجي في الشتاء ديت، طبعا ما بنبقاش عارفين نعمل لهم ايه. فاحنا عشان من قبل ما تيجي بقى احنا نهتم يا جماعه بطيورنا ونحط لهم الحاجات والوصفات ديت، عشان ان شاء الله ان يعني جهاز المناعه بتاعهم يبقى قوي ويقاوم الامراض اللي بتيجي في فصل الشتاء الكتيره ديت. فتابعوا الوصفات والحاجات اللي انا بعملها معاكم على الميه، والاكل برضو اللي بنعمله معاكم، وان شاء الله الطيور بتاعتك هتبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. طبعا كده ان شاء الله كمان 4 5 ايام كده، يعني ان شاء الله باذن الله في الحدود ديت هنجيب دورة فراخ بيضة. اللي عايز يجيب معايا ويتابع معايا ان شاء الله يجيب. بس انا مستنية بس يعني نعدي الكام يوم دولت عشان تطلع ان شاء الله دورة رمضان على خير باذن الله. طبعا الكتاكيت دلوقتي غالية، غالية جدا. يعني الكتكوت دلوقتي ب15 وب16 وب17 جنيه، ربنا يرحمنا برحمته. ان شاء الله هنجيب، اللي عايز يجيب معايا ان شاء الله كده، وربيهم مع بعض ان شاء الله ويطلعوا على خير باذن الله. خلاص انا كده بقى حطيت لهم في العلافات الاكل بتاعهم، وافتح لهم بقى، افتح لهم يطلعوا بقى، يبقى الاكل جاهز كده. وطبعا غيرت برضه الميه. وهنحط فيهم معاكم دلوقتي الحاجه اللي بقول لكم عليها ديت. الازازه ديت مش غاليه يا جماعه، هتجيبيها من الصيدليه او من الصيدليه البيطري، وهتقعد معاكي 20 يوم شهر على حسب بقى الفراخ اللي عندك. بس ايه، ندخل بقى نحط للحمام بتاعنا كده الاكل برضو بتاعهم. طبعا مبهدلين الدنيا اخر بهدله طبعا بالليل فتره البيات بتاعتهم ديت. انا طبعا بحب ابيتهم كده عشان يعني الجو ساقع وكده، فبدخلهم إيه في الاوضه دي يناموا فيها. وبرضو بغطي برضو المكان ده بتاع الحمام ده بالفرشه دي، عشان برضو الجو بيبقى برد في الفتره بتاعت الفجريه وانا عندي المكان مفتوح. هنحط طبعا الاكل بتاعهم كده ونحط لهم ميتهم برضو. الطيور اللي عندك يا جماعه كل ما تهتمي بيها كل ان شاء الله ما تديكي. كل ما تهتمي بالحاجه تكونها كويسه معاكي وحلوه. طبعا لكن طبعا ان احنا مش ننزل نحط اكل وميه وخلاص ونمشي على كده، لا طبعا لازم تقف في وسط الطيور تشوفيها في حاجه زعلانه، في حاجه كشه. الحمام البراز بتاعهم متغير. طبعا لازم تاخدي بالك من كل الحاجات ديت. مش بنحط اكل ونمشي يا جماعه، لا طبعا، بحيث ان الحاجه لو فيها حاجه هتنهضيها بسرعه قبل ما يجرى لها حاجه. لو هتذبحيها، لو هتجيبي لهم علاج، طبعا لما تعالجي الحاجه في اولها غير لما تسيبيها. دي بقى الازازه اللي بقول لكم عليها دوت بتادين طبي عادي من الصيدليه، او ممكن تلاقيه برضو عند البيطري عادي، اللي هو البتادين عادي بتاع الجروح ده. بتحطي سنتي على اللتر الميه، او 2 سنتي على الميه لو الفراخ كبيره معاكي. تمام، بتحطي من مره لمرتين في الاسبوع على الميه بتاعتهم. كل اسبوع تحطي مره لمرتين في الاسبوع.
ان شاء الله فراخ هتكون حلوه ومش هيجي لها الشوطه دي باذن الله، كله بامر الله. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا جبت الحقن بتاع الطيور ديت، بتاع الشوطه والمرض اللي بيجي في الشتاء ده، وحقنت الفراخ وما خليتش ولا فرخه والمصل ده كان غالي جدا. وعايزه اقول لكم ان برضو جه عليا وقت والفراخ كلها راحت مني. يعني يا جماعه الحاجه لو هتحصل لها حاجه تحصل لها حاجه، سواء انت جايبه الحاجه رخيصه غاليه مش هتفرق يعني. احنا نعمل اللي علينا والباقي على الله، كلنا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فانت جيبي البتادين الطب دوت ان شاء الله تحط لهم منه طول فتره الشتاء، وفي الصيف برضو بتحط لهم منه. طبعا انا كنت مكبره التصوير بالكاميرا بس ما كنتش واخده بالي وانا شغاله بالفيديو. بنحط بقى بتادين زي ما قلت لكم للطيور بتاعتنا، وان شاء الله مش هيصيبها حاجه ان شاء الله باذن الله. كده طبعا انا حطيت لهم بقى كل حاجه وظبطتهم كده. ادخل بقى اظبط مكانهم وانضف كده مكانهم، ان هم فعلا مبهدلين الدنيا جامد. ما تنسونيش بقى في اللايك يا جماعه، واللي عجبوا الفيديو ما تنسونيش تقولي لي على رايكم في التعليقات. اللي حابب يسالني على اي حاجه يا جماعه يسالني تحت في التعليقات، وما تنسونيش اللايك على الفيديو. طبعا بيشجعني جدا، وما بلاقي تعليقات على الفيديو بشجع اعمل فيديوهات اكتر. لكن طبعا لو ما لقيتش اي تعليقات الواحد طبعا نفسيته يعني بتبقى متدمره كده ان مفيش حد يعلق على الفيديو بتاع. فيا ريت اللي عنده تعليق ليا يسيبه تحت الفيديو. ولايك يا جماعه، لايك 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 كده للفيديو، تشجيع منكم كده فضلا وليس امرا باذن الله. واشتركوا في قناتي عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بعملها بامر الله، وان شاء الله هتعجبكم. ودايما يا رب اكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.